السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي طلاب الصف الاول الاعدادي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم بحكاية جديدة وقصة جديدة من قصص الجغرافيا الجميلة، وهي الدرس الثاني اللي بيتكلم عن مظاهر سطح قارة افريقيا. الدرس طويل، كلامه كتير، ايوه، ولكن اذا كان بيعتمد على الحفظ فهو بيعتمد اكتر على الفهم، لان الفهم هيخليك تحفظ وهيخليك تحل كويس. طيب، قبل ما نبدأ عايز اتفق معاك ان الدرس ده من البديهيات. يعني ايه بديهيات يا مستر؟ يعني الكلام شارح نفسه بنفسه، يعني الدرس سهل ولذيذ، ومطلوب منك ان انت تركز معايا وتحاول تفهم الجملة اللي انا هحاول اوصلها لك. تمام؟ قبل ما نبدأ عايزك تسمي الله وتصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. طيب نبدأ. طيب، قال لك إن ربنا سبحانه وتعالى وهب قارة أفريقيا مظاهر سطح متنوعة، وده خلى قارة أفريقيا عندها موارد متعددة، عندها موارد طبيعية متعددة. طيب، مظاهر السطح دي بتنقسم إلى جبال، هضاب، وجبال، وسهول. تمام؟ زي ما اتفقنا إن الدرس ده من البديهيات، فعندك الهضاب زي هضبة شمال أفريقيا. طيب، هضبة شمال أفريقيا دي موجودة فين؟ أكيد في شمال أفريقيا. تمام؟ طيب، عندك بعد كده هضبة الحبشة أو الهضبة الأثيوبية، دي موجودة فين؟ دي موجودة في إثيوبيا. أثيوبيا لو بصيت للخريطة هتلاقي أثيوبيا موجودة في شرق أفريقيا، شرق أفريقيا. تمام؟ عندك هضبة البحيرات الاستوائية، دي موجودة فين؟ موجودة عند البحيرات الاستوائية، يعني عند خط الاستواء. يعني فين خط الاستواء ده يا مستر؟ قلنا في المحاضرة اللي فاتت خط الاستواء ده في منتصف القارة، يبقى موجودة في منتصف القارة. تمام؟ عندك الهضبة الجنوبية، هتقول لي بس يا مستر دي في جنوب أفريقيا، أقول لك فعلا، الله ينور عليك، ده أنت تيجي تقف مكاني بقى. هي فعلا موجودة في جنوب قارة أفريقيا. تمام؟ تمام. طيب، عندك الجبال زي الجبال الالتوائية والجبال الانكسارية والجبال البركانية. طيب، الجبال الالتوائية دي حصلت نتيجة لالتواءات حصلت في باطن الأرض فكونت لي الجبال الالتوائية، والجبال الانكسارية حصلت نتيجة للانكسارات اللي حصلت في باطن الأرض فكونت لي الجبال الانكسارية. هتقول لي طيب والجبال البركانية دي حصلت أكيد بسبب بركان؟ أقول لك فعلا حصلت بسبب الثورات البركانية. عندك الجبال الالتوائية زي جبل الكاب، جبال الكاب وجبال أطلس، والجبال الانكسارية زي جبال البحر الأحمر، والجبال البركانية زي جبل كينيا وجبل دراكنسبيرج وجبل كليمنجارو. تمام؟ تمام. عندك بقى السهول، في سهول فيضية وسهول ساحلية، سهول فيضية وسهول ساحلية. عايزك تركز معايا في الكلمتين اللي هقولهم لك دلوقتي. السهول الفيضية دي بتحصل في الأنهار، الأنهار. تمام؟ والسهول الساحلية بتبقى على السواحل. السواحل ازاي يا مستر؟ أقول لك سواحل القارة، سواحل القارة، يعني الأركان بتاعتها أو الزوايا بتاعتها اللي هي السواحل، زي سهول البحر المتوسط، سهول البحر الأحمر، وسهول المحيط الهندي، وسهول المحيط الأطلنطي. إنما السهول الفيضية دي في سهول نهر النيل، سهول نهر الكونغو، سهول نهر النيجر، زي ما قلت لك بتحصل في الأنهار. تمام؟ تمام. طيب، ندخل على أول حاجة وهي الهضاب. قال لك إن الهضاب دي أغلب سطح أفريقيا عبارة عن هضاب واسعة، أغلب سطح أفريقيا عبارة عن هضاب واسعة. تمام؟ تمام. والهضبة يعني أرض مرتفعة مستوية من فوق. تمام. فعندنا أول حاجة وهي هضبة شمال أفريقيا. هضبة شمال أفريقيا موقعها في شمال أفريقيا، في شمال أفريقيا زي ما احنا قلنا، ومصر جزء منها. ليه؟ قلنا إن مصر من دول شمال أفريقيا، شمال شرق أفريقيا، موجودة في شمال شرق أفريقيا. تمام؟ فأكيد هتبقى جزء من هضبة شمال أفريقيا. تمام؟ طيب، قال لك امتدادها، قال لك الهضبة
هضبة شمال افريقيا. تمام. امتدادها منين؟ بتمتد من البحر المتوسط في الشمال لحد منتصف افريقيا في الجنوب، وبتمتد من البحر الاحمر في الشرق لحد المحيط الاطلنطي في الغرب. يبقى امتدادها من جبال البحر الاحمر شرقا لحد ساحل المحيط الاطلنطي غربا. جبال البحر الاحمر شرقا لحد سهول المحيط الاطلنطي. تمام. طيب بتمتد من ساحل البحر المتوسط شمالا زي ما احنا قلنا في الشمال البحر المتوسط لحد وسط افريقيا في الجنوب. تمام. طيب ايه الخصائص بتاعتها؟ قال لك ان خصائصها واسعه جدا. لو بصيت كده فدي هضبة شمال افريقيا دي كلها. تمام. ودي هضبة الحبشة. تمام. ودي هضبة البحيرات الاستوائية. ودي الهضبة الجنوبية. ايه اكبر واحدة فيهم؟ هي هضبة شمال افريقيا. فهي واسعة جدا. قال لك قليلة الارتفاع يعني مش مرتفعة. يعني هتلاقي جبال هضاب هناخدها شوية كده هتلاقيها مرتفعة، انما دي من الجبال الغير مرتفعة قليلة الارتفاع. تمام. وبتنحدر تدريجيا نحو الشمال، لحد ما بتصل للبحر المتوسط. يبقى بتنحدر تدريجيا نحو الشمال حتى البحر المتوسط. يعني ايه يا مستر؟ هقول لك على مثال. اهل الصعيد بنسموهم اهل الصعيد ليه؟ علشان هم في الصاعد، انما اهل اسكندريه في الواطي. مش قصدي شتيمه والله، اشرحها لك. بص، اهل الصعيد قاعدين فين؟ هنا. تمام. شايف عندي كوعي. واهل اسكندريه قاعدين فين؟ هنا. اهل الصعيد قاعدين في العالي، اهل اسكندريه قاعدين في الواطي. ليه؟ لان هضبه شمال افريقيا بتنحدر تدريجيا لحد ايه؟ حتى الشمال لحد ما بتوصل للبحر المتوسط. يبقى تنحدر تدريجيا نحو الشمال لتصل للبحر المتوسط. طيب اهم المظاهر الموجوده فوقيها، ركز معايا. ركز معايا عشان الحته دي مهمه. بص، اهم المظاهر الموجوده فوقيها هي الصحراء الكبرى. دي اكبر صحراء حاره في العالم، اكبر صحراء حاره في العالم اللي هي ايه؟ الصحراء الكبرى. تمام. يبقى اهم المظاهر الموجوده فيها الصحراء الكبرى اللي هي اكبر صحراء حاره في العالم. تمام. في جبال زي جبل العوينات. فين جبل العوينات ده؟ جبل العوينات ده ما بين مصر وليبيا والسودان، اللي هو جبل العوينات. تمام. يبقى قال لك فيها جبال زي جبل العوينات اللي بين مصر وليبيا والسودان. تمام. فيها منخفضات زي منخفض ايه؟ منخفض القطارة. انت مش هتشوفها بس اهي منخفض القطارة. منخفض القطارة ده موجود فين؟ موجود في مصر. تمام. يبقى قال لك عندها منخفضات زي منخفض القطارة اللي موجود في مصر. فيها واحات زي واحة ايه؟ واحة سيوة. ثواني امسح لك الحتة دي اهي، وضحت دلوقتي. واحة سيوة موجودة فين؟ في مصر برضو، موجودة في مصر. واحة الجوف موجودة فين؟ في ليبيا، موجودة في ليبيا. تمام. يبقى أهم المظاهر الموجودة فوقيها الصحراء الكبرى، ودي أكبر صحراء حارة في العالم. عندك جبال مثل جبل العوينات بين مصر وليبيا والسودان. عندك منخفضات زي منخفض القطارة اللي موجود في مصر. عندك واحات زي واحة سيوة اللي موجودة في مصر، واحة الجوف اللي موجودة في ليبيا. تمام. يبقى شرحنا هضبة شمال أفريقيا اللي موجودة في شمال أفريقيا، ومصر هي جزء منها. تمام. قلنا إن هي واسعة جدا، تكاد تكون أوسع هضبة في أفريقيا. تمام. قلنا إن هي قليلة الارتفاع وبتنحدر تدريجيا نحو الشمال
بتنحدر تدريجيا نحو ايه؟ الشمال لحد ما بتوصل للبحر المتوسط. تمام. قلنا الاهم المظاهر اللي موجوده فوقيها الصحراء الكبرى، جبل العوينات اللي بين مصر وليبيا والسودان، ومنخفض القطاره، واحد سيوه اللي في مصر، وواحة الجوف اللي موجوده في ليبيا. تمام تمام. ندخل بعد كده على هضبة الحبشة أو الهضبة الأثيوبية اللي قلت لك موجودة في أثيوبيا. طب أثيوبيا دي موجودة فين؟ لو بصيت على الخريطة هتلاقيها موجودة في شرق قارة أفريقيا، شرق قارة أفريقيا. قال لك إن هضبة الحبشة أو هضبة أثيوبيا هي أعلى هضاب أفريقيا، أعلى هضاب أفريقيا، أعلى هضاب أفريقيا. يبقى هيقول لك أكمل أعلى هضاب أفريقيا، أعلى هضاب أفريقيا هي هضبة الحبشة أو الهضبة الأثيوبية. تمام؟ تمام. قال لك تربتها خصبة بسبب الطفوح البركانية. أثيوبيا فيها بركان، أثيوبيا فيها إيه؟ بركان. البركان ده خلى التربة بتاعت أثيوبيا خلاها خصبة. طيب إيه النتيجة إن تربتها كانت بقت خصبة؟ نتيجتها إن قامت عندها الزراعة، نتيجتها قيام الزراعة، نتيجتها قيام الزراعة ونشأة حضارات قديمة، نشأة الحضارات القديمة زي حضارة أكسيوم. حضارة أكسيوم اللي خدناها في الدرس اللي فات، قلنا إن هي في أريتريا وإثيوبيا، أريتريا وإثيوبيا، أكسيوم. تمام؟ تمام. يبقى بسبب الطفوح البركانية تربة اسمها دي هضبة الحبشة بقت خصبة، تربتها بقت خصبة، والنتيجة إن الزراعة قامت، قيام الزراعة بقى عندها زراعة. وبعد كده إيه؟ قيام الحضارات القديمة، الحضارات القديمة ارتبطت بالزراعة. تمام؟ تمام. زي حضارة أكسيوم اللي كانت موجودة بين أريتريا اللي كانت موجودة في أريتريا وإثيوبيا. تمام؟ تمام. وقال لك إن هضبة الحبشة هي مصدر موسمي. يعني إيه مصدر موسمي؟ يعني مصدر في الموسم الواحد اللي هو موسم إيه؟ موسم الصيف. ليه؟ موسم الصيف. ليه؟ لنهر النيل، لأن الأمطار بتنزل عليها في الصيف. قال لك إن هي مصدر موسمي لنهر النيل لأن الأمطار بتنزل عليها في الصيف. يبقى هيقول لك هي مصدر موسمي لنهر النيل لسقوط الأمطار عليها في الصيف، هتقول له الهضبة الحبشة أو الهضبة الأثيوبية. تمام؟ تمام. يبقى قلنا هضبة الحبشة أو الهضبة الأثيوبية هي أعلى هضبة في أفريقيا. تمام؟ قلنا إن تربتها خصبة بسبب الطفوح البركانية، وده ساعد على قيام الزراعة وساعد على قيام الحضارات القديمة زي حضارة أكسيوم اللي كانت في أريتريا وإثيوبيا. قلنا إن هي مصدر موسمي لنهر النيل. ليه؟ علشان بتسقط عليها الأمطار في فصل الصيف. تمام؟ تمام. ده بالنسبة لهضبة الحبشة. ندخل بعد كده لهضبة البحيرات الاستوائية. هضبة البحيرات الاستوائية اللي قلنا عند نقطة الاستواء أو عند دائرة الاستواء، يعني فين؟ في منتصف القارة، وسط القارة بيمر فيها خط الاستواء، في وسط القارة وبيمر فيها خط الاستواء. طيب خصائصها يا مستر؟ بتنحدر من الجنوب للشمال. كده بتتشابه مع هضبة شمال أفريقيا، هضبة شمال أفريقيا. يبقى بتنحدر من الجنوب للشمال زي ما قلت لك، بتنحدر من الجنوب للشمال، وفيها قمم جبلية بركانية، فيها قمم جبلية بركانية. تمام؟ تمام. وفيها بحيرات عذبة زي إيه؟ زي بحيرة فيكتوريا. بحيرة فيكتوريا دي هي المنبع الأساسي لنهر النيل. تمام؟ يبقى فيها بحيرات عذبة كتيرة زي بحيرة فيكتوريا، علشان كده سميناها هضبة البحيرات الاستوائية. تمام؟ تمام. طيب أهميتها زي ما قلنا إن فيها بحيرة فيكتوريا، فيها بحيرات تانية كتير، وبتسقط فيها الأمطار طول السنة.
فهي مصدر دائم، مصدر دائم مش موسمي. قلنا ان هضبة الحبشة هي مصدر موسمي علشان الامطار بتسقط فيها في الصيف، انما هي مصدر دائم لنهر النيل. يبقى هيقول لك هي مصدر دائم لنهر النيل، هتقول له هضبة البحيرات الاستوائية. طيب هي مصدر موسمي في فصل الصيف بس، هتقول له هضبة الحبشة. تمام تمام. يبقى أهميتها هي منبع دائم لنهر النيل بسبب سقوط الأمطار طول السنة، بسبب سقوط الأمطار طول السنة. إنما لو في فصل واحد زي فصل الصيف بتبقى مصدر موسمي. تمام. يبقى هضبة البحيرات الاستوائية موقعها في وسط القارة، بيمر فيها خط الاستواء، فيها قمم جبلية بركانية وبتنحدر من الجنوب للشمال، وفيها بحيرات عذبة كتيرة زي بحيرة فيكتوريا، وهي مصدر دائم لنهر النيل بسبب سقوط الأمطار طول السنة. تمام. دي هضبة البحيرات الاستوائية. ندخل بعد كده على آخر هضبة عندي، وهي هضبة الجنوبية. الهضبة الجنوبية اللي انت قلت لي هي موجودة يا مستر في جنوب القارة، قلت لك فعلا، الله ينور عليك، موقعها في جنوب القارة. تمام. خصائصها هنا في اختلاف. ليه؟ قال لك بتنحدر بشدة نحو ايه؟ نحو السواحل الشرقية، نحو الشرق. يعني هي مش هتنحدر كده من الشمال للجنوب، بتنحدر كده من الغرب للشرق، من الغرب للشرق. تمام. يبقى بتنحدر بشدة نحو السواحل الشرقية. تمام. بيوجد فيها الأخدود الإفريقي العظيم، وده موجود عندها في الشرق. هو ايه يا مستر الأخدود الإفريقي العظيم؟ قال لك هو عبارة عن انكسارات، شايف؟ عبارة عن انكسارات طولية ماشية من الجنوب، قال لك ده الجنوب، ودي انكسارات. تمام. ماشية لحد فين؟ ماشية لحد الشمال. عشان ايه؟ يبقى هي عبارة عن انكسارات طولية من الجنوب للشمال، انكسارات طولية من الجنوب للشمال. طولها قد ايه يا مستر؟ طولها 5600 كيلومتر. 5600 كيلومتر. تمام تمام. طيب بيشمل ايه؟ تعال بص كده. قال لك ده كله الاخدود الافريقي، ده كله الاحمر ده كله. تمام. بيشمل ايه؟ قال لك اهو البحر الاحمر. تمام. بيعدي على ايه تاني؟ خليج عدن. تمام. بيشمل ايه؟ خليج العقبة. اهو قال لك ده سهم، ده خليج العقبة، ده بيعدي عليه ايه؟ الاخدود الافريقي العظيم. يبقى بيشمل البحر الاحمر وخليج عدن وخليج العقبة. بحر الاحمر وخليج عدن وخليج العقبة. طوله قد ايه يا مستر؟ 5600 كيلومتر. 5600 كيلومتر. وهي عبارة عن ايه؟ عبارة عن انكسارات طولية بتمشي من الجنوب للشمال، من الجنوب للشمال. تمام؟ تمام. طيب ندخل بعد كده، او تعال نحل الاول علشان المعلومة تثبت عندك. ثواني. بص، قال لك واحد اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة مع التصويب. تمام؟ قال لك من المنخفضات الموجودة بهضبة شمال أفريقيا منخفض القطارة في مصر. صح، لأن إحنا قلنا منخفض القطارة موجود في مصر. تمام؟ يبقى السؤال الأول صح. قال لك توجد واحد سيوة في دولة تونس. غلط. ما بتوجد فين يا مستر؟ توجد في مصر. واحد سيوة موجودة في مصر. تمام؟ تمام. طيب نيجي على السؤال اللي بعده. قال لك بتقع هضبة البحيرات الاستوائية في غرب القارة الأفريقية. غلط. ليه يا مستر؟ بتقع في وسط القارة عند دائرة الاستواء أو خط الاستواء. تمام؟ تمام. نيجي بقى بالسؤال الرابع. قال لك تنحدر هضبة البحيرات الاستوائية. البحيرات الاستوائية اللي هي التالتة. تمام. منين؟ من الشمال للجنوب. غلط. قلت لك هي شبه شمال أفريقيا. هضبة شمال أفريقيا بتنحدر من الجنوب للشمال. تمام. يبقى من الجنوب للشمال. تمام. ندخل بعد كده على اكتب اسم الهضبة اللي بتدل عليها كل عبارة.
تمام. قال لك بتنحدر نحو الشمال حتى تلتقي بسواحل البحر المتوسط. هو فين البحر المتوسط؟ هل هو في الشرق، ولا هل هو في الغرب، ولا هل هو في وسط قارة أفريقيا؟ لا، هو في الشمال. يعني إيه؟ يعني هضبة شمال أفريقيا. تمام يا مستر. ندخل بعد كده. قال لك بتعد أعلى هضاب، أعلى فاكرها؟ هضبة الحبشة أو الهضبة الأثيوبية. تمام؟ بتمام. قال لك بتعد بحيرة فيكتوريا، ما دام جاب لك اسم بحيرة، من أشهر البحيرات العذبة على سطحها. ما دام جاب لك اسم بحيرة يبقى إيه؟ هضبة البحيرات الاستوائية. الدرس سهل بس عايز اللي يفهم. تمام؟ تمام. قال لك بتقع جنوب أفريقيا أو جنوب قارة أفريقيا، وبتنحدر بشدة نحو السواحل الشرقية. دي آخر هضبة اللي أنت قلت لي عليها، هضبة الجنوبية. الله ينور عليك. بعد كده ندخل على الجبال. زي ما احنا قلنا ان الجبال بتنقسم الى التوائيه وانكساريه وبركانيه. قلنا ان الالتوائيه حصلت بسبب التواءات نتجت عن حركات باطنيه ادت لالتواء الصخور. تمام. يبقى الجبال الالتوائيه حصلت بسبب حركه باطنيه ادت لالتواء الصخور. تمام. طيب اهم الجبال الالتوائيه، بص معايا كده. جبال الكاب زي ما احنا قلنا، وجبال أطلس، جبال الأطلس. تمام. طيب يا مستر، جبال الكاب دي موجودة فين؟ في الجنوب. جبال أطلس موجودة في الشمال. تمام. يبقى قال لك إيه؟ قال لك أهمها هي جبال كاب موجودة في جنوب أفريقيا، وجبال أطلس موجودة في شمال غرب أفريقيا. شمال غرب أفريقيا. بص إحنا هنقسمها لأربعة. تمام. ده الشمال وده الغرب، يبقى شمال غرب افريقيا، شمال غرب افريقيا. يبقى جبال الكاب موجوده في الجنوب، وجبال اطلس موجوده في شمال غرب افريقيا. تمام. قال لك ان جبال اطلس بتمتد في ثلاث دول هما تونس والجزائر والمغرب. تمام. المغرب اللي هي دي المغرب. تمام. قال لك بتمتد في ثلاث دول، مغرب وجزائر وتونس، بتتكون من سلسلتين، أطلس التل ودي موجودة في الشمال، وأطلس الصحراء ودي موجودة في الجنوب. تمام. بتتكون من حتتين، حتة اسمها أطلس التل ودي موجودة في الشمال، وحتة اسمها أطلس الصحراء دي موجودة في الجنوب. بينهم هضبة الشطوط، هضبة اسمها هضبة الشطوط. موجودة فين يا مستر؟ موجودة فين؟ موجودة في الجزائر. وأعلى قمة جبلية في جبال أطلس هو جبل طبقال. دي إيه؟ دي دولة إيه؟ دي دولة المغرب. يبقى جبل طبقال موجود في دولة المغرب. هضبة الشطوط موجودة فين؟ موجودة وسط أطلس التل وأطلس الصحراء. طيب موجودة في أنهي دولة بالظبط؟ موجودة في الجزائر. تمام. يبقى قال لك تتكون من سلسلتين، أطلس التل موجودة في الشمال، وأطلس الصحراء موجودة في الجنوب. تمام. أطلس تل في الشمال، وأطلس الصحراء في الجنوب. بينهم هضبة اسمها هضبة الشطوط موجودة في الجزائر. تمام. قال لك أعلى قمة وهي قمة جبل طبقال موجودة في المغرب. تمام يا مستر. ده بالنسبة للجبال الالتوائية. ندخل بعد كده على الجبال الانكسارية. تمام. قال لك نتجت عن حركات باطنية سببت انكسار القشرة الأرضية. يبقى نتجت
بسبب حركات باطنية سببت انكسار القشرة الأرضية. طيب أهم حاجة فيها هي هي جبال البحر الأحمر. جبال البحر الأحمر، تمام؟ يبقى نتجت عن حركات باطنية سببت انكسار القشرة الأرضية، وأهمها جبال البحر الأحمر. جبال البحر الأحمر دي بعقلك كده موجودة فين؟ موجودة على طول ساحل البحر الأحمر ما بين مصر والسودان وأريتريا. يبقى موجودة على سواحل البحر الأحمر ما بين مصر، السودان، وأريتريا. تمام؟ موجودة ما بين 3 دول. يبقى أهمها جبال البحر الأحمر، بتمتد على طول ساحل البحر الأحمر في مصر والسودان وأريتريا. تمام؟ وجزء من الأخدود الإفريقي العظيم. إحنا قلنا الأخدود الإفريقي العظيم ماشي كده، فاكر لما رسمتها لك بيعدي على البحر الأحمر، فاكر؟ فهي جزء، جبال البحر الأحمر جزء من الأخدود الإفريقي العظيم. وأعلى قمة جبلية في جبال البحر الأحمر هو جبل شايب البنات. أنا أعرف الشايب اللي في الكوتشينة اللي هو بيبقى راجل عادي، إنما هنا الجبل اسمه إيه؟ جبل شايب البنات. شايب البنات، تمام؟ ده موجود فين؟ موجود في مصر. يبقى أعلى قمة في الجبال الانكسارية هو جبل شايب البنات، موجود في مصر. طيب ندخل بعد كده على الجبال البركانية. الجبال البركانية نتجت عن ثورات بركانية زي ما انت قلت لي، ماشي. أهمها جبال دراكنسبرج، دي موجودة في جنوب القارة. فينها يا مستر؟ عايز أشوفها على الخريطة. أقول لك أهي، جبال دراكنسبرج جنب جبال الكاب، بس جبال الكاب جبال التوائية، لأن جبال دراكنسبرج هي جبال بركانية. تمام؟ في جبل ايه تاني؟ ها؟ قال لك جبل كينيا، ده موجود فين؟ في وسط القارة. عايز اشوفها يا مستر؟ ماشي، جبل كينيا. ده جبل كينيا، تمام. يبقى جبل دراكنسبرج، جبل كينيا، من غير ما انزل تحت جبل كليمنجارو. جبل كليمنجارو. جبل كليمنجارو هو في وسط القارة وأعلى قمة في أفريقيا. يبقى يقول لك جبل دراكنسبرج فين؟ هتقول له في جنوب القارة. يقول لك جبل كينيا فين؟ في وسط القارة. جبل كليمنجارو في وسط القارة. وإيه تاني؟ وأعلى قمة جبلية في الجبال البركانية. قال لك نتيجة إن جبل كليمنجارو هو أعلى قمة جبلية في أفريقيا، حصل إيه؟ هو أصلا موجود في وسط القارة. وسط القارة بيمر عليها خط الاستواء. خط الاستواء بتبقى درجة الحرارة هناك ولعة، ما تقدرش تستحملها. طيب قال لك نتيجة لده، أو مش نتيجة، برغم ده، فكون إن هو أعلى قمة جبلية خلته إيه؟ خلت التلج والجليد يتكون على السطح بتاعه أو على القمة بتاعته. يبقى قال لك نتيجة ده إن هو أعلى قمة في أفريقيا تكون جليد فوق القمة بتاعته، رغم إنه في منطقة استوائية حارة ما تقدرش تستحمل الحرارة اللي هناك. تمام. ده بالنسبة للجبال البركانية، وخدنا الجبال الانكسارية والجبال الالتوائية. ندخل بعد كده على الأهمية الاقتصادية لجبال قارة أفريقيا. طيب إيه الأهمية الاقتصادية؟ قال لك والله يا مستر في أهمية سياحية وفي أهمية للتعدين والصناعة. طيب إيه أهميتها السياحية؟ أنت قاعد في أوروبا، فنفسك بقى إيه؟ تزور الجبال بتاعت أفريقيا، نفسك تطلع فوق جبل كليمنجارو كده وتشوف التلج وتتزحلق على الجليد. تمام. فقال لك هي مناظر طبيعية خلابة بتجذب السياح، بتجذب السياح. ليه؟ لأنها مناظر طبيعية خلابة، والسياح دول اللي بيمارسوا العديد من الأنشطة السياحية اللي موجودة في مناطق الجبلية، زي إن هم يتسلقوا الجبال.
تمام. يبقى دي اهميته السياحيه. طيب التعدين والصناعه، فقال لك لان الجبال دي غنيه بالثروات المعدنيه المتنوعه زي الحديد والذهب والفضه والنحاس والفوسفات، اللي بيدخلوا في صناعات عديده. دول كلهم بيدخلوا في صناعات عديده. تمام. الحديد ممكن نعمل منه عربيه، ممكن نعمل منه اسلحه، فبيساعدنا ان احنا ندخله في صناعات عديده وبنستخدمه في حياتنا اليوميه يعني. تمام. ندخل بعد كده على السهول. قلت لك في سهول فيضيه، والسهول الفيضيه كونتها الانهار. احنا ما حليناش على الجبال، ننزل نحل على الجبال. بعد كده ندخل على السهول. طيب اختر الاجابه الصحيحه مما بين قوسين. قال لك من الجبال الالتوائيه في جنوب القاره الافريقيه. جبال التوائيه، هل جبال اطلس؟ لا، جبال اطلس في شمال غرب. هل جبل كينيا؟ مش جبل التوائي اصلا. طيب هل جبال الكاب؟ نرجع لها دلوقتي. هل جبال البحر الاحمر؟ غلط، يبقى هي جبال الكاب. طيب قال لك بتقع هضبة الشطوط في دولة ايه؟ قلنا ان هي بتقع في دولة الجزائر. انما قمة جبل طبقال موجودة فين؟ موجودة في المغرب. قال لك اعلى قمة بسلاسل جبال اطلس جبل ايه؟ طبقال. تمام. قال لك بتمتد جبال البحر الاحمر في مصر والسودان وايه؟ واريتريا. فين؟ اريتريا. طيب من الجبال البركانية اللي بتوجد بقارة افريقيا؟ جبل ايه؟ اطلس؟ لا، اطلس التوائي. طيب بحر احمر؟ لا، بحر الاحمر انكساري. طيب الكاب التوائي. امال ايه؟ دراكنسبيرج. تمام. قال لك اي من مظاهر السطح التاليه بتعد جزء من الاخدود الافريقي العظيم؟ الاخدود الافريقي العظيم بيمتد لحد فين؟ لحد فوق في الشمال. تمام. وبياخدوا البحر الاحمر وايه تاني؟ وخليج عدن وخليج العقبه. فقلنا جبال البحر الاحمر. تمام. قال لك اكتب كلمه صواب امام العباره الصحيحه وكلمه خطا امام العباره غير الصحيحه مع التصويب. بتمتد جبال اطلس على طول الساحل الشمالي الغربي لقاره افريقيا؟ الساحل الشمالي الغربي صح. تمام. قال لك بتوجد اعلى قمه جبليه في سلسله جبال البحر الاحمر في دوله السودان؟ غلط، شايب البنات. لو ناسي افكرك، في مصر. لو ناسي افكرك عادي. طيب قال لك بتعد جبال البحر الاحمر من الجبال الانكساريه؟ صح. تمام. بعد كده السهول. ندخل على السهول وان شاء الله يعني ايه درسنا سهل زي ما احنا قلنا على نفس القافيه. تمام. قلنا السهول الفيضيه كونتها الانهار زي ما اتفقنا، نهر النيل والنيجر والكونغو. تمام. طيب اهم حاجه سهول وادي النيل، دي اهم حاجه عندي. مالها يا مستر؟ قال لك ان هي موجوده بين مصر والسودان، وخصبه لانها تكونت من طمي نهر النيل. تربتها خصبه، التربه بتاعت وادي النيل، سهول وادي النيل تربتها خصبه. ليه؟ لانها اتكونت من طمي نهر النيل اللي قادم من هضبه الحبشه. قلنا ان هضبه الحبشه تربتها خصبه. تمام. فالطمي بتاعها اللي بيجري في نهر النيل لما راح لسهول وادي النيل اللي موجوده في مصر والسودان خلت التربه بتاعتها تربه خصبه. اظن الكلام سهل واضح، شارح نفسه بنفسه. تمام. يبقى يقول لك سهول وادي النيل الموجوده بين مصر والسودان خصبه، تربتها خصبه. ليه؟ بسبب طمي نهر النيل القادم من هضبه ايه؟ من هضبه الحبشه.
أو الهضبة الأثيوبية. ندخل بعد كده على السهول الساحلية. السهول الساحلية قال لك بتختلف في الاتساع حسب قرب أو بعد المرتفعات من السواحل، حسب بعد الجبال من السواحل. تمام. طيب، أما حاجة عندها هي سهول البحر المتوسط. مالها؟ قال لك متسعة في شمال أفريقيا أو في شمال مصر. ليه؟ لعدم وجود جبال. متسعة في شمال مصر، واسعة. ليه؟ علشان ما فيش جبال. تمام؟ بعكس سهول البحر الأحمر اللي هنجيلها دلوقتي. تمام؟ يبقى متسعة في شمال مصر. ليه؟ لعدم وجود جبال. وضيقة في المغرب العربي، في دول المغرب، مش دولة المغرب، لا، في تونس، الجزائر، ليبيا. تمام؟ ليه؟ لقرب جبال أطلس اللي قلنا موجودة بين تونس والجزائر وايه تاني؟ والمغرب. يبقى سهول البحر المتوسط الموجودة في تونس والجزائر والمغرب ضيقة. ليه؟ علشان جبال أطلس قريبة من الساحل بتاعها. تمام. قال لك إن هي صالحة للزراعة. علشان قلنا إن تربتها خصبة وبتعتمد على الأمطار الشتوية. أمطار شتوية. تمام. يبقى صالحة للزراعة، بتعتمد على الأمطار الشتوية، متسعة في شمال مصر لبعد الجبال أو لعدم وجود المرتفعات أو لبعد المرتفعات، وضيقة في المغرب العربي. ليه؟ لقرب جبال أطلس منها. جبال أطلس قريبة منها. تمام. ندخل بعد كده على سهول البحر الأحمر. مالها سهول البحر الأحمر؟ قال لك ضيقة. ليه؟ لقرب جبال البحر الأحمر. قلنا ان جبال البحر الأحمر قريبة من البحر الأحمر، عشان كده سميناها جبال البحر الأحمر. تمام؟ يبقى ضيقة لقرب جبال البحر الأحمر، وغنية بالثروات المعدنية والطاقة. ليه؟ علشان فيها جبال، والجبال دي قلنا ان فيها تعدين وطاقة. قلنا ان فيها حديد وذهب وفضة وفوسفات والكلام ده كله. يبقى غنية بالثروات المعدنية والطاقة. تمام. سهول البحر الأحمر موجودة في مصر والسودان وأريتريا. كلام بيعيد نفسه تاني، درس بديهي قوي يعني، سهل، مش محتاج. طيب، ده كان بالنسبة لسهول البحر الأحمر. قلنا إن هي ضيقة بسبب وجود جبال البحر الأحمر. قلنا إن هي غنية بالثروات المعدنية والطاقة، موجودة في مصر والسودان وأريتريا. تمام. ندخل بعد كده على سهول المحيط الهندي. قال لك متسعة في تنزانيا. يبقى سهول المحيط الهندي اللي هي موجودة تحت، مالها؟ متسعة في تنزانيا. تمام. قال لك وضيقة في كينيا. متسعة في تنزانيا وضيقة في كينيا. متسعة في تنزانيا وضيقة في كينيا. ليه؟ قال لك بين الساحل وهضبة البحيرات. ضيقة هناك، ضيقة عند الساحل وهضبة البحيرات. تمام. يبقى سهول المحيط الهندي متسعة في تنزانيا وضيقة في كينيا، بين الساحل وهضبة البحيرات. تمام. ندخل بعد كده على سهول المحيط الأطلنطي. مالها؟ سهول المحيط الأطلنطي اللي موجودة في الغرب عند المغرب كده. قال لك متسعة وغنية بالزراعة. تمام. كده احنا خلصنا السهول. تعال نحل عليها. قال لك بتمتد السهول الساحلية المطلة على البحر الأحمر بقارة أفريقيا. المطلة على البحر الأحمر في جهتها إيه؟ الشرقية. يبقى بتمتد السهول الساحلية المطلة على البحر الأحمر بقارة أفريقيا في جهتها الشرقية. ليه؟ لأن مصر في الشرق، شمال شرق، والبحر الأحمر جنب مصر. يبقى إيه؟ يبقى هو في الشرق. تمام. لك بتقترب، لا لسه ما رحناش ليه؟ للجزر. تمام.
تعرف السهول التي كونتها الأنهار باسم السهول الساحلية. غلط، الفيضية. احنا متفقين من أول المحاضرة، أنهار يبقى فيضية، سواحل أو بحار أو محيطات يبقى إيه؟ ساحلية. طيب، تتسم السهول الساحلية الشمالية لمصر باتساعها. صح، تمام. قال لك بتعتمد الزراعة في السهول الساحلية بشمال أفريقيا على الأمطار الصيفية. غلط، الشتوية. بتعتمد على الأمطار الشتوية. تمام؟ تمام. آخر سؤال ده هناخده لما نشوف الجزر بتقول إيه. تمام. رابعا، الجزر. مالها الجزر يا عمنا؟ قال لك عندي جزيرة اللي هي دي اسمها جزيرة مدغشقر. مالها جزيرة مدغشقر؟ قال لك هي أكبر جزيرة في أفريقيا. لو جبت الخريطة وبصيت على أفريقيا هتلاقي في جزيرة واحدة. هي في أكتر من جزيرة بس أنت مش هتشوفهم تطشاش كده. تمام؟ الجزيرة اللي أنت شايفها كبيرة دي وحتة كبيرة هي جزيرة مدغشقر. جزيرة مدغشقر هي أكبر جزر أفريقيا. موجودة فين؟ موجودة في الغرب، في الشرق. فين في الشرق؟ في المحيط الهندي. المحيط الهندي. تمام. قال لك قريبة من الساحل الشرقي. عندي عندي مضيق موزمبيق. يبقى قريبة من الساحل الشرقي لقارة أفريقيا، ما هي في الشرق، قريبة من الساحل الشرقي. حاجة بديهية قوي يعني، مش مستاهلة. عندي فين؟ عندي مضيق موزمبيق. مضيق موزمبيق. تمام. ده بالنسبة لجزيرة مدغشقر. إنما جزر القمر فهي موجودة شمال غرب مدغشقر. شمال غرب مدغشقر. بص قال لك دي مدغشقر، دول جزر القمر. حاجة قليلة يعني مش هتشوفها، ولكن هي موجودة فين؟ في شمال غرب مدغشقر. قال لك ملاحظات مهمة: أفريقيا بتطل على بحار ومحيطات غنية بالثروات. بحار ومحيطات غنية بالثروات. والدول الأفريقية بتسعى لاستغلال الثروات دي بطريقة بتحقق الاقتصاد الأزرق. هو إيه يا مستر الاقتصاد الأزرق؟ قال لك الاقتصاد الأزرق ده هو استثمار الموارد المائية اللي هي البحار والمحيطات بشكل بيضمن تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء مع المحافظة على النظام البيئي. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ يعني انا شفت مثلا في البحر المتوسط عندي ثروات، تمام، وعندي بترول، فانا اعمل ايه؟ بدل ما احفر بطريقه ممكن تموت السمك وتقضي على الحياه السمكيه اللي موجوده في البحر المتوسط الموجوده عندي، فانا بستغلها بطريقه شرعيه، بطريقه تخلي السمك ده ما يموتش، ما تاذيش السمك. تمام. فانا كده باخد البترول، بحقق الاكتفاء الذاتي وبقضي على الفقر اللي عندي، بستخدمه، وده هينفعني اكيد وهيزود مواردي وهيزود دخلي وفلوسي. تمام. من غير ما اذي البيئه، من غير ما اذي السمك، من غير ما اذي البحر نفسه. تمام. تمام. ده اسمه الاقتصاد الازرق، جاي على لون البحر يعني. بحر لونه ازرق، هو اسمه الاقتصاد الازرق. حاجه بديهيه قوي يعني. علينا السعي والله يتولى النتائج. فاضل آخر سؤال هنحله وبكده هتبقى فركش بإذن الله. تمام. قال لك بتقترب جزيرة مدغشقر من ساحل إفريقيا عند مضيق هل هو باب المندب؟ لا. هل هو جبل طارق؟ جبل طارق في الغرب أصلا. هل هو مضيق هرمز؟ لا. مضيق مضيق موزمبيق. مضيق موزمبيق. وبكده الحمد لله احنا خلصنا درس النهارده. كان درس لذيذ جدا، حلينا عليه. قلت لك هو درس يتفهم، ولو اتفهم هتحفظه وهتعرف تحل عليه، ومش هياخد في ايدك نص ساعة ساعة. تمام. فبإذن الله ربنا يوفقكم. بكررها لك تاني: افهم الحاجة قبل ما تحفظها. الدراسات ممتعة جدا بس عايزاك تشغل دماغك. تمام. تمام. اشوفكم على ألف خير بإذن الله المحاضرة الجاية والدرس الجاي بإذن الله.